ازاي شخص متربع على عرش النجاح على يوتيوب ومشتركين وصلوا 15 مليون، يعني ربع مشتركين ابو فله، وفي لحظه قرر يبعد عنها. قناه اوت دور بويز على يوتيوب عندها حوالي 15 مليون مشترك وحققت اكتر من 2 مليار مشاهده. في يوم من الايام كانت فيديوهات لوك نيكولز جزء من روتين الملايين، سواء كنت بتحب التخييم او الصيد او حتى بس بتتفرج على مغامراته مع اولاده. قناه اوت دور بويز كانت دايما واجهه ممتعه وملهمه للملايين، بس فجاه حصل شيء غريب. الفيديوهات وقفت، التعليقات بدأت تتساءل، والناس بقت تكتب فين لوك؟ ليه مفيش فيديو جديد؟ في الفيديو ده هنتكلم عن غياب لوك نيكولز، هل هو مجرد استراحة ولا في حاجة أكبر بتحصل ورا الكواليس؟ مين هو لوك نيكولز؟ لوك مش مجرد يوتيوبر، هو محامي وصانع محتوى وأب ل3 أولاد. من خلال قناة أوت دور بويز نقلنا معاه لعالم الطبيعة وشاركنا لحظات حقيقية مليانة حب ومغامرة. هو من الناس اللي بتحس إنهم حقيقيين مش بيمثل. في آخر 2023 وبداية 2024 لاحظ المتابعين ان معدل الفيديوهات قل، وفي لحظه بقى في فجوه طويله ما بين الفيديو والتاني. ولما بدا الغياب يطول بدا القلق، هل هو تعبان؟ هل في مشكله في العيله؟ هل في شيء غلط بيحصل ولا بس محتاج راحه؟ في فيديو بعنوان جود باي لوك نيكولز طلع بنفسه وقال الكلام اللي الناس كانت بتدور عليه من زمان. هو قرر يبعد عن يوتيوب، بس ليه؟ الكلام كان واضح وصريح. اول سبب هو ان الشهرة كبرت جدا، القناة زادت من 3 مليون ل 15 مليون في وقت قصير، وده خلى حياته العائلية تتغير، بقى بيتعرف في كل مكان وخصوصيته بقت قليلة، وده كان بيتعبه. السبب التاني هو اولاده. لوك قال انه عايز يديهم وقت اكتر ويساعدهم يبداوا طريقهم. ابنه الكبير مثلا عايز يفتح قناته الخاصه، ولوك شايف ان دوره دلوقتي يكون اب قبل ما يكون يوتيوبر. والسبب التالت التعب. لوك قال انه تعب من التصوير ومن المونتاج ومن ضغط الشغل اللي ما بيخلص، حتى لما يكون مريض او مصاب كان بيضطر يصور، وده اثر عليه وعلى حياته. بس لوك ما قفلش الباب تماما، قال انه ممكن يرجع يوم من الايام بس لما يكون مستعد. Hey everyone, this is going to be my last video for a little while. نجاحه كان كبير، لكن بالنسبه له عيلته كانت اهم. هو الشيء ده يبان غريب جدا، بس فيه شيء مشرق اكتر، وهو ان الشخص ده ناضج جدا، وفي ظل ما في صناع محتوى بيعملوا المستحيل عشان يجيبوا مشاهدات عاليه، وممكن ده يبقى على حساب مراتاتهم. وعلى فكره في ناس كتير قالت ان لوك نيكولز ما بيطلعش مراته زي باقي صناع المحتوى اللي بيتاجروا بمراتاتهم، وهم صح وغلط. بمعنى ايه؟ من خلال كتابة السكريبت ده لقيت فعلا ان هو بيطلع مراته بس بشكل محدود، ومش متعمد ان هو يطلعها. ولازم في حاجات نذكرها، وهي ان الشخص ده اجنبي ومش مسلم، ولو كان عارف ان الشيء ده غلط ما كانش هيعمله، لان دينه مش بيحرم الشيء ده، لان بمراته او من غيرها المشاهدين بيشوفوه علشان المحتوى اللي بيقدمه مش علشان مراته. وفي اشخاص مش بيستخدموا مراتاتهم كتجاره يجيبوا بيها مشاهدات. الموضوع دلوقتي اتطور ووصل لان في اشخاص بيسرقوا المحتوى بالحرف من ناحيه الفكره والمونتاج وحتى الصوره المصغره والعنوان. يعني ما تعبش عليه بربع جنيه، هو اخد كوبي بيست على طول ونسبه لنفسه، وممكن الفيديو يجيب له مشاهدات اعلى من الشخص صاحب المحتوى الاصلي، وده هنتكلم فيه في فيديو تاني لو حابين. وبس كده وكده نبقى وصلنا لنهايه القصه. ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وسلام.